بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. واول يوم العيد معلش الواحد انت عارف ان انا زهقتكم ان انا بطلع كل يوم، لكن بيبقى في مواضيع انا حابب فعلا ان انا اتكلم فيها. خصوصا تاني موضوع، احنا عندنا 3 مواضيع، تاني موضوع ده المهم. ندخل في الحلقة على طول. قبل ما نبدأ الحلقة، لو حابب تدينا اللايك المتين تدعم الحلقة بشكركم جدا جدا. وكده كده في ناس حبايبي انا ما بقولهاش اصلا لا اعمل لايك ولا اعمل حاجة، هم عارفين هم بيعملوا حتى الحلقات اللي بنسى اقول فيها كده. هم ما شاء الله لا بيتوصوا في اي حاجه، وكومنتاتكم الجميله اللي بتعجبني واللي بقراها كلها. وما بقدرش ارد على كل الكومنتات لان الموضوع بالنسبه لي ممكن بيبقى صعب قوي ان أنا ارد على 200 او 300 كومنت. بشكركم كلكم وبشكر كل الناس اللي معايا دايما. حلقه النهارده هنتكلم فيها على 3 مواضيع. اول موضوع هو ليه بتشجع النادي الاهلي، وهنقول لكم ايه العنوان ده اللي دخل فيه قصه كولر. اولا عملت حلقه انا امبارح اتكلمت فيها على تصريح كولر، على حته ان انا عندي 2 لعيبه بيلعبوا لمصلحتهم في الفرقه ومش عارف ايه، كنت مديهم تعليمات وعملوا حاجه تانية. وقبل كده اتكلم برضه على قصه كهربا ان هو مهاجم رقم 3 عنده، وفي تصريحات جدليه كتير انا ممكن تكون ما بتعجبنيش. بص يا معلم، فالناس زعلت مني، في ناس طبعا ايدت الموضوع، وفي ناس قالت ايوه صح فعلا ما ينفعش ان يقول على لعيبته كده في المؤتمر الصحفي، ودي حقيقه. ما ينفعش ان هو يقول على كهربا ان هو رقم 3، وما ينفعش انت تصنف مهاجمينك دي خالص. انت ما تلعبوش او خليه رقم 3 احنا هنفهم، لكن ما ينفعش مدرب يقول كده، وده من وجهه نظر يعني. احنا ولا ما بننظرش على حد، ولا بن ولا بن ولا احنا حمله على حد. ولينا فيديوهات الحمد لله احنا بنتعامل مع كولر ازاي ومع موسيماني ازاي، وبننتقد موسيماني ازاي وبننتقد كولر ازاي وبننتقد فايلر ازاي وبندعمه ازاي. فالحته بس حته اللي هي اسمها بيسموها ايه، مش التنظير، اللي هي المؤامره دي، وان احنا نشوف ده انت بتنتقد علشان ودلوقتي ده كان جاي وما ينفعش تنتقد. انا هي دي بقى الحته اللي اتكلم فيها. ما ينفعش تنتقد كولر. انا لقيت كومنتات ناس زعلانه، طبعا كلكم على راسي، لكن في ناس زعلانه ان احنا بنقول على كولر كده. اولا يا جماعه، انت لو متابعني من زمان، انا لا بيشغلني من كولر ولا مدير كوره ولا رئيس نادي ولا لعيبه. انا دايما بحب اشوف صالح الاهلي، لان اكيد زي ما بيحصل ان في كل حته في الدنيا، والاهلي زي ما بقول ما فيهوش ملائكه، اكيد بيحصل فيه اخطاء اداريه، اخطاء فنيه، اخطاء من مدير الكوره، اخطاء من اللعيبه، مواقف ان اللعيبه بتضايقك، حركات بتضايقك، فطبيعي احنا بنطلع نناقشها ونتكلم فيها. ده مش معناه ان احنا متحاملين. ابو على فكره كولر لو الماتش الجاي ادى مباراه كويسه، مباراه بكره ان شاء الله مع زد، ادى مباراه كويسه، مباراه طلعت مكسب النادي الاهلي بكوره ممتعه، بنلعب كوره، اكيد ما حدش هيطلع ينتقده. فالناس اللي زعلت دي انا صدقني احنا بنشجع النادي الاهلي، انا ما بنشجعش اشخاص، انت بتشجع النادي، احنا ما بنشجعش اشخاص، احنا بنشجع نادي. فلما ننتقد حد لازم تبقى فاهم ان اكيد هيجي يوم علينا نمدحه، لان هي دي الدنيا. زي ما انت ممكن تكون بتتفرج عليا فتقول لي انت عملت حلقه 100 100. شوف انا حاجه اصلا في المنظومه، ده منظومه الكوره، انا حاجه قد كده، انا راجل يعني مشجع اهلاوي، او بلاش اقول مشجع، انا مشجعين دي حاجه كبيره، انا راجل بعمل فيديوهات. فانا حتى لما انت مثلا بتتفرج عليا فانت ساعات بتقول الحلقه دي جميله، لا انا مش معاك في الموضوع ده. فانت اكيد بتتفق وتختلف على كل حاجه. بقول لك بقى واحد ماسك نادي الاهلي، فطبيعي ممكن يكون له اخطاء، ده عادي. جوزيه نفسه كان له اخطاء كتير، جوزيه اللي انا بقول انه اسطوره تدريب النادي الاهلي كان له اخطاء وله موقف تاني. هو برضه دايما هضرب مثل بماتش المقاولين مثلا، اما يعمل 3 تبديلات في بدايه الشوط، بعد كده الحارس بتاعك اتصاب، امير ولا مش فاكر مين اللي اتصاب، كان عندنا مين اللي اتصاب وطلع، امير تقريبا، وقف شادي محمد جون. فطبيعي خلاص يا جماعه، دي حاجات ممكن تستفزك، دي حاجات ممكن تضايقك، فكنا وقتها بنزعل فاهم، بس ما فيش فيديو يعبر بيه. المهم عشان ما اخرجش بره الاطار، دي الاساس اصلا، ان ما فيش حد خلاص في النادي الاهلي هيكمل لمدى الحياه. ومش معناه ان احنا ننتقده، يعني مثلا مش ان احنا بننتقده فاحنا عشان هو يمشي، لا خالص. احنا بقى في موقف وفي حاله بننتقد عليها. انا كل اللي طالع اقوله ده عشان الناس ما تزعلش، وعلشان الناس ما تقولش انت بتنتقد وخلاص يا اسلام، وعلشان انت عايز تنتقد، مفيش الكلام ده خالص. ولا عمري انتقدت طاهر محمد طاهر. انا لسه كنت عامل حلقه من كام اسبوع ولا الاسبوع اللي فات، كنت بقول انه من اللعيبه اللي تمشي، او من 10 ايام قلت ان في اسماء لازم تمشي من النادي الاهلي، كان منهم طاهر. لكن طاهر الماتش اللي فات انا قلت عليه نجم المباراه. لكن لو كنت بصيت الحلقه كنت هتلاقيني بقول ان طاهر ممكن يلعب فعلا ماتش حلو، لكن مش هتلاقي طاهر تاني مثلا ماتش ماتشين حلو، مش هتلاقيه 4 5 كمان، ممكن يقعد على الدكه. انت فاهمني قصدي ايه؟ فانا ما عنديش حته ان انا احط حد في دماغي، وخصوصا لو بتكلم على حاجه تبع النادي الاهلي. عمري ما يكون عندي ضغائن ولا عندي الكلام ده ان انا اتكلم على مدرب او اتكلم على حد عشان امشيه، او مثلا ما فيش الكلام ده عندي خالص. احنا بنتكلم كوره، بتكلم ببساطه، وبتكلم بحاجه انا في حاجه انا بحبها وحاجه انا شايفها فعلا غلط، والاغلبيه دايما بيبقوا شايفين انها غلط. ما تقللش حد، قصدي بقى من الموضوع ما تقللش حد، ولا يبقى حد فوق النقد. فلو انتقدت خطيب يبقى انت عيب وما يصحش، لا مش عيب خالص يا جماعه. لو في اخطاء هننتقد هو وادارته، لو الجهاز الفني له اخطاء هننتقد هو وجهازه، لو المدير الكوره عنده مشاكل هننتقده هو واللي ماسكين، لو اللعيبه غلط هننتقده، وده عادي. هو مش بيزعلوكوا. النادي الاهلي فعلا مقدم مستوى من يعني بقاله كتير من ساعه كاس الامم ما بيقدمش مباراه ممتعه، فبيبقى ده مزعلنا اصلا. كمان بيحصل موقف المدرب فكله بيحصل فيه لبس مع بعضه فبنتضايق احنا. بحب النادي الاهلي بس، وانا عارف ان الاغلبيه طبعا بتحب النادي الاهلي فقط، ما بنحب اللعيبه وبنحب الاداره وبنحب المدرب وبنحب مدير الكره وبنحب ناس كتير، لكن في نفس الوقت بنحبهم لان هم دول كلهم بيعملوا حاجه حلوه للنادي الاهلي. انت ما بتحبهمش عشان تعرفهم شخصيا،
يعني انت بتحب بيبو خالد بيبو شخصيا؟ بتحب كابتن محمود الخطيب شخصيا؟ بتعرفه شخصيا بره الملعب عامل ازاي؟ احنا بالنسبه لنا كابتن الخطيب كان لعيب كوره واداره النادي الاهلي بس، انا ما اعرفوش غير في الاطارين دول، الاطارين اللي بيفيدوا الاهلي. لكن انا بره مثلا بعرف بيطلع صدقه ولا لا عشان احبه، بار بوالده ووالدته، ما انت فاهمني قصدي ايه، بس عشان ما اوسعش الكلام. احنا بنتعامل مع، انت بتعرفني انا اصلا غير من الفيديوهات، تعرف انا بعمل ايه بره الفيديوهات ولا ايه بقى بسوي؟ ممكن يكون بعمل بلاوي بس انت اللي ظاهر لك الاهلاوي الجميل، وده اللي انت عايزه مني صح؟ فاحنا مش عايزين نحكم على الناس احكام مطلقه كده اللي هو ايه، ما ينفع دول مش فوق النقد، كله فوق النقد، كله بيغلط عادي يعني. اللي بيفيد النادي الاهلي كلهم بيشتغلوا بحب انا عارف، لكن اوقات بيبقى في اخطاء في كلمه، في قرار، في اي حاجه بتضايقك من فلان من فلان، ولو بصيت تاريخيا هتلاقي كل اللي مسكوا النادي الاهلي كان بيبقى لهم اخطاء حتى لو مش مقصوده، حتى لو مش مقصوده كلهم. ده اول موضوع معانا. فعايز الناس احنا نهتم بس بان احنا نشجع هو كيان النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي فقط يعني، والناس اللي بتخدم فيه احنا بنحبها علشان هم مفيدين للاهلي. التسديد امبارح اتفرجنا على ماتش السيتي وريال مدريد، ودي كانت بصراحه العيديه، يعني انا خدت العيديه امبارح من الاسبان والانجليز، يعني فاهم، الاسبان والانجليز قدموا احلى عيديه للعالم كوره يعني، عشان ما بالغش برضو العيد له قيمته وله حاجه يعني، له مسائل واموره، عشان بس ما ندخلش كل الزيت في عبيد. لكن كانت يعني اتفرجنا استمتعنا، خلينا بقى مالناش دعوه بالعيد، استمتعنا. الماتش كان جميل. انا بس اللي استفدته من الماتش ده ان الماتش ده انت لو بصيت الاجوان اللي جت فيه 4 تجوان من السته، ماتش 3-3، 4 تجوان من السته تسديد، 3 من السيتي، 3 بتوع السيتي كلهم تسديد على المرمى. وجون كامافينجا اللي خبطت في دياز ودخلت، ده برضه يعطي انت تسديده يعني، هو حل تسديد حتى لو قلشت ودخلت، المهم ان هو تسديده وهو خد قرار التسديد. مصر كلها امبارح ابتدت تتكلم عن التسديد وازاي احنا ما بنشوطش وفين التسديد. ويعني انا حتى جبت من صفحه حبيبتنا طبعا البوست اللي قدامكم ده، دي حد حبيبنا قوي، صفحه يعني تخص النادي الاهلي، واتكلمنا على حته ان بص الناس ابتدت تتكلم عن التسديد النومانسي والتسديد معلش مع احترامنا بقى للناس اللي اتكلمت، يا جماعه والله العظيم يا جماعه لازم تبقى عارف ان انت والله العظيم مغرور ولا حاجه، انت ممكن تكون بتفهم كوره احسن مني ده اكيد، لكن هنا في نظره انا عندي نظره لقدام. انا الكلام ده بتكلم من ساعه ما طلعت، فاكرين اكيد اللي متابعني بقى من زمان ايام الصريتي، اللي فاكر بقى زمان، اللي فاكر يقول انا فاكر، انا معاك من زمان يا اسلام، من ايام الصريتي الصغنون اللي كنت بحطه جنب الرقبه بس، من يوم واحنا بنتكلم على التسديد نفضل نعمل لكم ها من 2016، انا بقالي 8 سنين بتكلم في الموضوع ده. انتوا جايين تكتشفوا الموضوع ده دلوقتي؟ الناس جايه تكتشف الحالات دي يا جماعه. انا اتاكدت من حاجه واحده، ان احنا فعلا، واولا سيبك من الريتم بقى، انا مش بكلمك على الريتم بتاع الماتش لان ده ريتم حاجه بعيده عننا اصلا. اول 6 دقائق كتبتها بوست ان اول 6 دقائق في ماتش السيتي وريال بتاريخ الدوري المصري كامل من 48. مش هتكلم على الريتم، انا بتكلم على حاجه اصلا بسيطه، وحاجه لو لاعب الكوره ما بيعرفش يعملها ده ما يلعبش كوره. يعني انا قلت لك احنا ما عندناش امكانيات وما عندناش مواهب، لكنك ما بتعرفش تشوط اصلا وما عندكش جرأه انك تسدد على المرمى، دي كارثه يا جماعه. ده الف ب، فاكرين حتى كنت بقول لكم من 8 سنين، طبعا انا عارف الموضوع ده من زمان، احنا اصلا الموضوع ده ملغي من عندنا من بعد محمد شوقي وحسني عبد ربه اللي كانوا بيشوطوا على المرمى. سيبك من يعني ان انا بكلمك عموما الكره المصريه كان مين فيها بيسدد على المرمى، كان في لعيبه كتير بتشوط على المرمى كتير. وطبعا هرجع لك قبل كده بقى لابو الدهب في التسعينات، وارجع لك لعيبه كتير وسمير كمونه واللعيبه اللي كانت بتاخد الكوره، وهشام حنفي، شوف جون هشام حنفي في الاسماعيلي. فاحنا نسينا اصلا فكره التسديد، واللاعب عندنا دلوقتي حتى ما بيشوطش. احنا انت ممكن تطلع احصائياتك في المباراه تسديدتين، اقسم بالله الماتش بتاع الاهلي الاخير بتاع الانبي، مروان شاط واحده واكرم شاط واحده في اخر المباراه. احنا ما بنشوطش على المرمى. انتوا عارفين يعني ايه يا جدعان؟ انت ساعات بيبقى الماتش متقفل وهفضل اشرحها طول عمري ما بكلش منها، انا بس اللي طلع اتكلم فيها الناس كلها امبارح اتكلمت فيها. لكن لو انت فعلا متابع جيد هتعرف ان الوحيد اللي اتكلم في مصر عن الموضوع ده بزهق وملل، وممكن اكيد الناس تقول لي خلاص بقى خلص، يعني ايه التسديد دي؟ يتكلم فنيا، هو ده الفنيا. فنيا ماتش امبارح السيتي وريال، ماتش السيتي وريال خلص بقول لك ماتش 3-3 يا جماعه، 4 تجوان يا جماعه من التسديد على المرمى. جافارديول شوف الجون بتاعه عامل ازاي، ومدافع واشول وشاطها بيمينه. لا يا جماعه احنا عندنا عته في موضوع الشوط ده. جون فودن شفت راحه فين، في انهي زاويه جون فودن. حتى جون بقول لك كامافينجا الجون اصلا هو شاطها حلو قوي، بس هي جت في دياس وغيرت اتجاهها، اورتيجا راح كده خلاص هو كان اتثبت ودخل الجون. كل الاجوان اللي دخل الجون حتى بتاع برناردو اللي في الاول الفاول التسديده اللي على المرمى، شوف التسديده عامله ازاي. لا يا جماعه احنا لازم يا جماعه الناس دي تذاكر تسديد، تذاكر تسديد. كان في مدربين كنت بشوفهم في النادي الاهلي ما بيعملوش الموضوع. كنت اتفرجت على تمرين لمارتن يول، اتفرجت على تمرين لاسارتي، اتفرجت على تمرين الموسيماني، اتفرجت على تمرين اللي معانا كولر، تمرينه كامله. مفيش تمرينه بتنتهي ان اللعبه تشوط على المرمى.
شوف انا بتفرج على بقى يعني بروح النادي بتفرج على الناس ما حدش بيسدد، اقسم بالله. يعني كنت بلعب زمان في مركز شباب اسمه مركز شباب الصفا. مركز شباب الصفا ده عندنا في الهرم. المركز طالع من عند الاريزونا حسن محمد كده وطالع على الهرم عند فندق اوروبا وبارسيلو. اللي عارف الهرم فاهم انا بقول ايه. مركز شباب الصفا ده انا كنت بتمرن فيه انا وصديقي محمود سنه 2003. 14 سنه. قسما بالله المدرب كله طبعا كان فاكر كابتن النوبي، الناس القدام بقى فاكره مين كابتن النوبي يعني، وكابتن محمد كمال وكان في ليله طويله هناك يعني في نادي الصفا كانوا مدربين تقال قوي. المهم يعني كانوا اول ما بنخلص التمرينه دي تمرينه في مركز شباب، ويعني احنا مش بيلعبونا ماتش مثلا مع مزارع دينا، بيلعبونا ماتش مثلا مع مدرسه الكوره اللي بفلوس بتاعت الزمالك، واحنا المفروض كنا اتقل ناس هناك عندهم. يا جماعه كان اول ما التمرينه تخلص لازم يعمل لنا تمرينه على التسديد ومن مسافات بعيده قوي. انا اصلا 14 سنه ده يعني انا اصلا بلغت بقالي سنتين فانا في الصحه اديني فرصه. بيخلينا شوط من نص من بعد دايره نص الملعب على الجون، وبيعلمنا التسديد تشوط واملى وش رجلك اعمل كذا زقها زقتين. انا مش عايزك تاخدها من مره واحده، تزقها زقتين قدامك لحد اما تريحها بالدرس. درس في مركز شباب، نادي زي النادي الاهلي نادي القرن، ما حدش فيه بيتمرن على التسديد يا جدعان. انا اسف اني طولت في الحته دي. النادي الاهلي لازم يهتم بالتسديد، ولازم المباراه حتى لو بتشوط وحش. واعتقد عندي السوليه وعندي امام وعندي مروان وعندي ديونج. انت بص اللعبه دي كلها رجليها تقيله قوي، رجليها تقيله قوي. مفيش واحد عنده قرار انه يطلع لبره واجرب واشوط. انا طلعت بقى الكره النمطيه قوي بتاعت الاهلي دي لازم تنتهي. تحضير. السيتي امبارح عمل ايه؟ استحواذ 60% ولا 65% في ملعب مدريد، وفي الاخر جاب الاجوان بالتسديد برضه. يعني هم مش هقول لك بيلعبوا زي، لا طبعا، بس النادي الاهلي مدرسته يفضل برضه ماسك كوره، ماسك كوره بالايجابيه. السيتي ماسك كوره كان قدامه ريال مدريد الغول. فانا مش قادر اخترق ولا قادر اعمل هجمات من العمق. اعمل ايه؟ اشوط على المرمى. وده اللي عمله السيتي، 3 اجوان كلهم من بره ال 18. صح؟ يبقى احنا الصح وفكرنا الصح وفكرنا اللي انت ممكن تشوفه. انت ما بتفهمش، انت هتبيد. اصل انت هتعمل محلل، قلناها لا محللين ولا عايزين نصنف محللين او يوتيوبر. احنا مشجعين بنفهم كوره وما بنفهمش كوره، بنفهم اهلي. والحمد لله ماتش في اوروبا اهو، جوارديولا وانشيلوتي عملوا حاجات العبد لله بيتنهوا بيها جيم اللي العالم كله استمتع بيه. فاستمتع بايه؟ باربع تسديدات من ماتش فيه 6 جوان، يعني جونين بس اللي هم الجون بتاع رودريجو اللي كانت، وشفت المرتده بتاعت رودريجو يعني عشان ما تفتكرش ان جون رودريجو ده اللي هو عادي. بلاش جون فالفيردي حتى يا راجل، ده حتى جون فالفيردي تسديده او عشان كان من جوه 18. بص راح واخد القرار. احنا عندنا بقى استلم وحنجل وشنجل واروح واعمل وتتقطع غلط برضه. شفت فالفيردي عمل ايه؟ زيريبيو. هي دي الكوره، ودي اساس الف ب الكوره، التسديد. جاي لي كوره لازم اكون موجه رجلي على المرمى من اي زاويه من اي اتجاه من اي شكل. الحمد لله هنا اوروبا انت استمتعت بيها امبارح صح؟ بكلام وبجوان ما بتتقالش الا لو عملت كده هتنهي. بل بالعكس العالم كله انبهر بالتسديد امبارح. مش انبهر بالتسديد يعني، انبهر بالمباراه وانبهر بالشكل الاجوان صح؟ وكل امبارح بام ايوه فين التسديد عندنا يا اهلي. العبد لله من 8 سنين قال لكم الكلام ده، والحمد لله هنا الواحد بيتاكد كل يوم ان دماغه هي دماغ كوره، دماغ حلوه للكوره. ماكوينا والتصريح اللي قدامكم ده، راجل ماكوينا قال تصريح فالناس فرحت بيه. قال لك ماكوينا بيقلد النادي الاهلي وبيتعلم من النادي الاهلي. ما باكلش من الكلام ده طبعا، لان مفيش حد اصلا في اداره صن داونز دي بتفكرني باداره بيراميدز. يعني مفيش حد في صن داونز اكيد هيقول كلمه فيها مدح للنادي الاهلي، وخصوصا ماكوينا. يعني مدرب صن داونز قال التصريح اللي قدامك ده اللي هو معناه يعني احنا الناس خدوه. انا اقول لك الناس خدوه ازاي وانا شايف فيه ايه. قال لك احنا بنتعلم من النادي الاهلي في مباراه سيمبا عمل فرصه واحده وقدر انه يكسب المباراه ومش عارف ايه، والنادي الاهلي هم ده بنتعلم منه. بيتعلم مني ايه؟ فاحنا هنبتدي نطبق الكلام، فاحنا هنبتدي نطبق اللي بيعمله النادي الاهلي على ماتشاتنا. فالناس فرحت وقال لك انا بتعلم من النادي الاهلي عشان ابقى زيه. ففي ناس طلعت فرحت وبتقول لك بص النادي الاهلي المدرسه بيعلم صن داونز. يعني شوف صن داونز اللي احنا بنروح عنده انا اسف بنبقى جايبين ورا، انا اسف مع احترامي، بص بيتعلموا مننا ازاي. بص العلم. اولا التصريح ده عنده شقين، يا تصريح تنويم ان انت لو حتى قابلتك في نهائي او قابلتك في اي وقت يا اهلي فانت كده فاهم انت انا بتعلم منك، فدي تديك تهبيطه ممكن، بس مش هاخدها من الجانب اللي انا اسف السطحي ده جانب سطحي اللي انا بقوله ده. الجانب اللي انا خدته منه واللي انا فاهمه انه تصريح خبيث قوي وتريقه على النادي الاهلي وعلى اسلوب النادي الاهلي. انا شفته ان
النادي الاهلي اللي بيلعب كوره تعبانه، ما معنى الكلام؟ الله اعلم، الكلام طبعا ما اتقالش صرف، لكن انا بقول لك ما داخل مكوين. انا فاهم ان الاهلي ده ما فيش كوره، ما بيقدمش فنيات. ده لعب ماتش سيمبا، عمل هجمه وقدر انه يكسب بيها ويصعد لقبل النهائي. وهو النادي الاهلي بيعمل كده في بطولاته، ان هو ده بقيت تصريحه، بيعمل كده في بطولاته ان هو ممكن ما يلعبش كوره، بس اهم حاجه انه ياخد البطوله. فاحنا هنعمل زيه، عشان هم يعني لعبوا ماتش بتاع اللهم صل على سيدنا محمد. صن داونز لعب مين؟ انا نسيت ليه كده فجاه، اللهم صل على النبي. صن داونز انت اكيد قلتها دلوقتي. صن داونز لعب ايه ده؟ انا دماغي خلاص كده هنجت. هو لعب مين يا جماعه؟ لعب يانج افريكانز. بص الدماغ عشان كنا المفروض الوقت ده بنبقى صايمين، فالواحد قايم ضارب كحك وضارب عصير وعمال فاهم يشرب، فخلاص بقى الدنيا لحوست فوق. المهم لعب يانج افريكانز، فعشان لعب ماتش يانج افريكانز الماتشين زي النيله، ويانج افريكانز كان يستحق الصعود بالجون الحقيقي اللي سجلوه. فهو مش لاقي مبرر اللي هو ما النادي الاهلي بيعمل كده. مع ان صن داونز على فكره لو بصيت لكورته تلاقي كورته اسرع مننا وكورته الهجوميه اخطر مننا حاليا. بس ده تصريح لئيم على خبيث على مش مفهوم على. فانا ما باكلش من الكلام ده. وهو زي تصريح اناحي، منتخب مصر واخد 7 كاس وهو بيدافع ويقع ويمسك رجليه، فمصطفى محمد قال له طب اعمل زينا عشان تاخدها. هو مكوينه بقى رد قال لك انا هعمل زيكم. بس التصريح ما فيهوش سلكان بنص جنيه من مكوينه، والناس خدوه. ده اللي انا طالع اتكلم فيه، الناس خدوه ان دي حاجه كويسه وان دي حاجه جامده وهو بيتعلموا مننا. لا، هو ما بيتعلموش مننا، انا اسف، لان كورتنا دلوقتي ما اتعلمش. هم يتعلموا من النادي الاهلي الجلد والصبر في الملعب، الخبره اللي بتحسم ماتشات، الدفعه، مش عايز الدفعه الجماهيريه، لا، الدفعه الجماهيريه، ان عدد جمهور النادي الاهلي بيبقى عددا كبير في المدرجات. ممكن يتعلموا مننا حاجات كده، يشوفوا مدرسه النادي الاهلي والنظام في الاداره والكلام ده ممكن. انما فنيا مكوينه ما بيمدحش الاهلي في التصريح اللي قاله ده، وده من وجهه نظري. ارجوكوا محدش فوق النادي الاهلي. الاهلي احنا بنشجع كيان. ملخص الحلقه، ارجوكوا لازم النادي الاهلي والكلام بتاعنا اللي بيتفرج عليا نجوم كوره وناس محترمه بيتفرجوا عليا، اكيد تعرفوا، ولاعيبه بتتفرج عليا وانا واثق مليون المية من ده. قولوا للجهاز الفني في واحد هو مشجع بيقول كده بس. زي ما في حاجات بتوصل لكولر من الجمهور وبتوصل له، وصلوا له ان لازم التسديد ده. وانا بقول لكم افتكروا كلامنا هيبقى مؤثر، وهتشوف بكره في ماتش زد عدد التسديدات هيبقى كام. قابلني يا عم بعد الماتش، قابلني بعد الماتش، قول لي يا سبا انت عامل لي فيها مؤثر وعامل لي فيها انفلونسر. فين كلامك يا عم؟ اللعيبه هي ما شاطتش. بكره هتشوف ماتش زد كام تسديده تبقى على المرمى، حتى لو قلش، بس هتلاقيهم عدوا الست 7 8 كور تسديده على المرمى مباشر من ال 18. ده نتمناه، لان احنا اللي بنعرفه ان الكلام ده بيوصل، فادام بيوصل وصلوه للناس. تصريح مكوينه ما بيمدحش في الاهلي. ده ملخص حلقتنا. شوفوا وشكم على خير، رغيت كتير انا اسف. السلام عليكم، اشوفكم بكره بعد ماتش زد.